حد تاني. فهو النهارده انا قلت لك على موضوع ايفرتون دي سيلفا، وقلت لك المرتب اتقل لي 700 او مليون. انا تاكدت النهارده ان راتب اللاعب 700,000 دولار، وقلت لك ان الخلاف بينهم الاهلي كان موقفه وهم طالبين 2.5 مليون دولار كاش، والاهلي قال لا 2 وتقسيط. عرفت ان هم وصلوا لنقطه الحل اللي انا كنت بقول لك عليها 2 مليون و300. الكلام دلوقتي على 2 مليون 300. النادي التشيكي نزل ل 2 مليون 300، وطريقه الدفع وافقوا على التقسيط. فهندفع قسط دلوقتي وقسط بعد كاس العالم، تكون فلوس كاس العالم دخل. خلاص احنا في اللمسات الاخيره لتوقيع احمد سوري ايفرتون دي سيلفا للنادي الاهلي في اللمسات الاخيره. ليه في اللمسات الاخيره؟ لان الجلسه التي جمعت الكابتن محمود الخطيب ومستر مارسيل كولر قبل السفر الى الجزائر تضمنت التزام الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي بانهاء صفقه الاجانب خلال الساعات المقبله. بل مش كده وبس، ده تعهدوا، حصل سيناريو ان بيرسي تاو هيجي من الجزائر يقعد هنا ياخد يوسف ايمن حافظ ويركبوا طياره واحده ويطلعوا على قطر. خلاص كلام بقى في قطر ان الثنائي هيرجع، يوسف ايمن يرجع على الدحيل. وبيقال بنسبه كبيره ان العرض القطري اقتنع بيه بيرسي تاو على العربي القطري. هيكملوا له الفلوس، الاهلي هيكمل له بقى قيمه عقد ويبقى راح على قطر. ده الكلام برضه. فالناس بتخلص عاوزه تنجز، ماشي، عاوزه تعمل الصفقات. حاله من الغضب الجماهيري الفظيعه ضد اداره النادي الاهلي لارتباك ملف التعاقدات والصفقات وعدم تجديد السته اللي موجودين في النادي الاهلي حتى الان لاي ملف. فالحاله دي كابتن محمود الخطيب عاوز يقطع عرق ويساح دم ويروح لنقطه. والراجل ابدى غضبه الشديد بعد مباراه انبي، وقلت لك على الاحصائيه اللي عاملها بتاعت التهديف ان ما عندوش غير بيرسي تاو بس اللي ماكينه اهداف ورصد للسنه كلها. بعديه امام عاشور 11 هدف، بعديه كهربا 10، بعديه مش عارف حسين الشحات وهكذا يعني. فعاوز ناس في الشق الهجومي يبقوا بيجيبوا له جوان. ايفرتون دي سيلفا بيلعب في الثلاث مراكز، بيلعب سترايكر، بيلعب جناح يمين وجناح شمال، وحته لعيب برازيلي. قلت لك برضو قبل كده ان الميتنج زوم بتاع الكابتن محمود الخطيب معاه عشان يطمن على سلوكياته. تم الميتنج زوم، بنتابع معاك اول باول وتطور بتطور. والنهارده الكلام بقى في التشيك ان اللعيب جاي مش في مصر، ماشي. طب الناس في مصر اكدوا لي معلومه واحده، ان الراتب 700,000 دولار ومش مليون. قلت لك قبل كده واحد قال لي 700 واحد قال لي مليون، ماشي. دلوقتي لا، الراتب 700,000 دولار مش مليون للاعب، ماشي. والكلام انه هيمضي 4 سنين واحنا في اللمسات الاخيره. ومستر مارسيل كولر متابع مع دينو لامبرتي، والخطيب وخالد مرتجي بيتابعوا مع دينو لامبرتي. هيعمل بقى صياغه العقود وكلام من ده، اسمه مروان النايب ومع دينو لامبرتي، ماشي. فده فضل ونعمه من ربنا. لما بنقول لك معلومه بنقولها لك واحنا واثقين منها. النهارده الكلام هناك على هذه الصفقه. طب في صفقه تانية اقول لك الاول لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير، واوعى تنسى تفعل الخير مع بدايه رجب النهارده. ربنا يرزقكم الخير فيه كله يا رب العالمين. وتتبرع لمستشفى 57 357 او اي مستشفى خيري. انا منبهر بما يقدمه الدكتور شريف ابو النجا في مستشفى 57 357، حاجه في منتهى العالميه. تاني مستشفى في العالم في مجال علاج سرطان الانحاء العالم اللي بيدعموا هذه المستشفى. طيب المفاجاه ايه بقى دلوقتي؟ محاوله اخيره من الكابتن محمود الخطيب في بغداد بنجاح. الراجل قال له على ما تيجي من الجزائر هنكون حسمنا الموضوع. محاوله اخيره لبغداد بنجاح انه يجي دلوقتي، فيبقى بغداد